تفتكر منتخب مصر هيقدر يصعد من المجموعات؟ تعال اقول لك يا صاحبي، بغض النظر عن النتيجه وان الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، لكن الواحد كان نفسه يشوف المنتخب بشكل مختلف النهارده شويه، لكن للاسف مفيش. المنتخب بيلعب بفرديات بس حرفيا، مفيش فكره، مفيش تكتيك، مفيش خطه، مفيش اي شكل للمنتخب في الملعب. بنلعب بخطه اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. ما هو لما لعيب زي زيزو يبقى بالمستويات اللي قدمها الفتره اللي فاتت دي وقاعد دكه، يبقى ما تقوليش وجهه نظر فنيه، لان ما فيهاش يا جدعان. غير طبعا انك مقتنع بان محمد حمدي احسن من فتوح. محمد حمدي اللي هو كان اكبر ثغره دفاعيه طول الماتش، والجون جه من ناحيته، ما كانوش بيلعبوا غير من الجبهه بتاعته، وفتوح لو برجل واحده برقبته. لا، وبلعب بحمدي ومروان اتنين مركز 6 مدافعين عشان اطلع امام في اول نص ساعه، فاخسر اهم لاعب هجومي ليا خلال الشوط الاول كله عشان وجهه نظر فنيه. يعني كان نفسنا نشوف ايه وجهه النظر الفنيه ديت، ان انت تسيب حمدي ومروان عشان تخرج امام. فكانت تغييره مش مفهومه خالص. يعني الاهم لاعب هجومي في نص ملعبك خلال الشوط الاول، شوط اول كامل مفيش صلاح، شوط اول كامل مفيش دفاع، شوط اول كامل بتقدم ضحك، شوط اول كامل حارس المرمى بتاعك الكره الوحيده اللي جت عليه في الشوط الاول رايح يترمي عليها بعد ما اتشاطت في الجون، يعني بيتفرج عليها زيه زينا. فالحمد لله ان ربنا كرمنا وكسبنا والله في وسط السلبيات دي كلها. ربنا عالم باننا نفسنا نفرح، وقدرت تسجل جون والتاني وصلاح ومرموش. مرموش اللي كان بامانه احسن لعيب في الماتش النهارده، كان مموت نفسه ويستاهل بصراحه. فكسبنا كمان بسيناريو ممتع. الجون اللي في ال90 ده بيبقى جامد قوي، سيناريو يخليك فيه حافز وفيه دافع وفيه حماس. فالحمد لله ربنا كرمنا وفرحنا بسيناريو زي ده، نستفيد منه بقى ونبني عليه الماتشات اللي جايه. يا جدع منظر الناس النهارده وهي ملمومه على القهاوي، شكلهم جميل، شكلهم ممتع، تحس ان انت فرحان ومتحمس كده. فنتمنى تكون دي بدايه ونستفيد من المكسب ده، وربنا يكرمنا ونبطل افتكاسات عشان نقدر ان احنا الاداء يتحسن ونصعد من المجموعات دي. وكلنا ورا منتخبنا، وكل الدعم لكل مسؤول وكل واحد لابس تيشيرت المنتخب، وربنا يا رب يكرمنا بالصعود ونفرح عشان احنا غلابه والله. اخبط اللايك والشير، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل فولو الملعب ويجا.